يوم في صدنايا، أبشع مسالخ الأسد. بداية اليوم، صراخ بدلاً من النور. في صدنايا، يومك لا يبدأ بأشعة الشمس، بل بأصوات صراخ السجناء وضرب الحراس. عند الفجر، يجبر المعتقلون على الوقوف لساعات طويلة دون حركة، بينما تنهال عليهم الأوامر والصراخ. الطعام مجرد فتاة للبقاء على قيد الحياة. الإفطار لا شيء سوى رغيف خبز صغير قد تضطر لتقاسمه مع زميلك في الزنزانة. الوجبات معدودة وبسيطة، عدس أو برغل، وفي كثير من الأحيان لا يوجد طعام على الإطلاق. الجوع هو الرفيق الدائم للمعتقلين. وقت الاستجواب، فجأة يفتح الحارس باب الزنزانة وينادي اسمك. الجميع يعلم أن هذه بداية يوم من التعذيب. الاستجواب في صدنايا يعني الضرب بالسياط، الصعق بالكهرباء، وأحياناً تعليقك من أطرافك لساعات. النوم رفاهية غير متوفرة. مع نهاية اليوم تجبر على النوم متلاصقاً مع زملائك على الأرض الباردة. في الشتاء النوافذ تترك مفتوحة عمداً لتصبح البرودة وسيلة تعذيب إضافية. إذا كنت محظوظاً قد تنام لساعات قليلة، لكن في معظم الأوقات الخوف يبقيك مستيقظاً. نهاية اليوم، الخوف من الإعدامات. مع نهاية اليوم يبدأ الكابوس الأكبر، الإعدامات. ينذر السجناء الذين وقع عليهم الاختيار لإعدامهم في الصباح دون محاكمة. كل ليلة تمر والسؤال الأكبر: هل سأكون التالي؟ ماذا تعرفون أيضاً عن أيام صدنايا؟